مساء الخيرات، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناة جرين دريم. النهاردة زي ما انتم شايفين على البورد كده هنتكلم عن البريزنت كونتينوس تنس. البريزنت كونتينوس تنس أو الزمن المضارع المستمر بيتكون من إيه؟ الزمن المضارع المستمر إيه الفورميشن بتاعه؟ مع ضمير الفاعل طبعا. عارفين احنا ضمائر الفاعل am I وهي وشي وإت ووي ويو وزي. دول السبع ضمائر بتاعت الفاعل، بيجي وراهم ايه؟ am او is او are بلس الفيرب المين فيرب او الفعل الرئيسي بتاع الجمله بلس ing. بستخدم واحد من دول am او is او are مع الضمير المناسب له. تمام؟ ايه الكلمات الداله اللي اول ما اشوفها اقول انا هنا هستخدم present continuous؟ اساسي عندي now and at the moment. now و at the moment. في طبعا كلمات تانية لما تكبروا شوية هتعرفوها، بس خلينا في دول دلوقتي. أفعال الأكشن أو الأفعال اللي بتدل على الحركة اللي فيها حركة مع now and at the moment. نشوف examples كده. examples معايا عندي I am reading. I am reading. I am reading now or I am reading at the moment. طيب he is sleeping. He is sleeping now. He is sleeping now. He is sleeping at the moment. Okay? We are playing. We are playing. We are playing football at the moment. We are playing tennis now. تمام؟ واستخدم اي ضمير طبعا ايه من دول. طيب النفي بقى، ازاي بأنفي الجملة في البريزنت كونتينوس؟ بنفيها بإضافة not بعد verb to be، بإضافة not بعد am أو is أو are. نشوف مثلا I am not studying now. I am not studying now. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. She isn't هي نفسها is not. She isn't cooking. She isn't cooking at the moment. They aren't هي نفسها are not. They aren't running. They aren't running. ممكن أقول مثلا we are not studying. We are not eating now. أوكي؟ هقول مثلا the cat is drinking milk. The cat is drinking milk at the moment. طيب عايزة أنفي the cat isn't drinking milk at the moment. يبقى النفي باستخدام not بعد am أو is أو are. تعالوا نتكلم عن الانتروجاتيف أو الاستفهام. interrogative أو الاستفهام. السؤال، عندي نوعين من الأسئلة. سؤال اللي هو WH question اللي بسأل فيه سؤال زي بكلمة بتبدأ WH زي what زي where زي why. بقول إيه؟ What are you doing now? What are you doing now? أو أقول where is he playing? Where is he playing? بعد أي أداة من أداة الاستفهام بستخدم واحد من دول am أو is أو are. تمام؟ Why are they studying hard? Why are they studying hard? هما ليه بيذاكروا بجدية يعني؟ Why are they studying hard? طبعا بستخدم أداة الاستفهام بعدها am أو is أو are، بعدها الفاعل. هنا عندي you عشان كده خدت are، هنا عندي he عشان كده خدت is، وهنا عندي they عشان كده خدت ايه؟ are. تمام؟ طيب لو عايز أسأل سؤال اللي هو إجابته yes or no، اللي هي الشورت كويستشنز، السؤال القصير اللي اجابته yes or no. Are you reading now? Are you reading now? هقول no I am not. أو أقول is she singing? Is she singing? Yes she is. ده بالنسبة للانتروجاتيف أو الاستفهام. ده بشكل مبسط ازاي بستخدم البريزنت كونتينوس تنس وبتعامل معاه ازاي بشكل مبسط جدا. اتمنى ان اي حد عنده اي سؤال ممكن يساله تحت الفيديو، ويعني مستنيه ارائكم، مستنيه اشتراككم في القناه، ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. Thank you and goodbye.